ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده من الفيديوهات اللي كلنا بنحبها وانا نفسي بحبها جدا، الناجتس. مين فينا ما بيحبش الناجتس؟ ومين فينا ما بيحبش يعمل ناجتس او زي البانيه كده مثلا؟ حاجه كده تكون اقتصاديه، نستخدم فيها مكونات صغيره وشويه وتعمل لنا كميه كبيره جدا. هتعجبكم جدا الوصفه ديت، هتعتمدوها في وصفات كتيره عندكم. اهم حاجه اذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك الفيديو عشان يوصل لكم بعد كده كل الفيديوهات، واشتراك في القناه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يلا بينا نبتدي على طول. هجيب حله واحط فيها ميه علشان تغلي. هكون محضره معايا بطاطستين مقشراهم وغسلاهم كويس. لو ما بحبش في الوصفه بتاعتي دي اللي هي الناجتس يكون ظاهر فيها طعم البطاطس، هستخدم بطاطسايه واحده، مش هستخدم اتنين. لو استخدمت بطاطسايه واحده مش هيبان فيها الطعم نهائي، وفي نفس الوقت هتديني كميه كويسه. هبدا بقى احضر صدور الفراخ بتاعتي. هنا كان معايا صدور فراخ 400 جرام. هبدأ اقطعهم كده زي شرايح او مكعبات صغيرة عشان يبقى سهل فرمهم في الكبة. اول ما بدأت احس انها بدأت تتفرم كده وبقت ناعمة، ضفت عليها ربع كوباية بقسماط. ممكن ابدل ربع كوباية البقسماط برغيف عيش فينو مثلا واكون بلاه خفيف، او نص رغيف عيش بلدي. واكون برضو مديه بله خفيفه كده. هجيب البطاطس وابدا اهرسها كويس بالهراسه او بالشوكه. اهم حاجه ما تكونش شاربه معايا ميه علشان ما تبقاش مهروسه قوي، انا عايزاها جامده شويه. وبعد كده ابدا اضيف عليها الخليط بتاعي اللي هو الفراخ والعيش او البقسماط، ايا كان انا ضفت ايه على حسب اللي موجود. هبدا اضيف البهارات بتاعتي. حطيت معلقه فلفل ومعلقه ملح وبصل بودر، بس كده. وبرضو على حسب انتي حابه تحطي بهارات ايه، الكميات زي ما انتي حابه حسب الرغبه. هحط العجينه بتاعتي في كيس وابدا اشكلها بالشكل اللي انا عايزاه. انا حطيتها في كيس وشكلتها على شكل مربعات، حاجه كده زي الناجتس المربعات كده. ممكن تخليها دواير، ممكن تخليها الشكل اللي انتي عايزاه. بحطها في كيس وادخلها الفريزر واكون مقطعه الشكل اللي انا عايزاه عشان يبقى سهل بعد كده ان انا اقدر احطها في البيض والبقسماط والدقيق. هبدا اديها اول طبقه بقى ليها، حطيتها في الدقيق وبعد كده البيض وبعد كده البقسماط. هكرر بقى دوت اللي انا عملته في كل الكميه اللي عندي. وبعد كده احضر معايا طاسه فيها زيت. في طاسه بقى فيها زيت، ما يكونش سخن قوي، يعني ما يكونش يعني بارد او يكون ساخن قوي، فهيكون وسط. هبدا احط فيه الناجتس بتاعتي، لانه لو كان سخن جدا للاسف اول ما هتتحط هتاخد لون بسرعه جدا ومش هتكون مستويه من جوه، او لو كان بارد للاسف هتشرب معايا زيت كتير ومش هتبقى حلوه وهتكون طريه، مش هتديني الطبق اللي بتقرمش من بره. اول ما يبقى لونها ذهبي كده من بره والاقي اللون وصل ذهبي، خلاص هي كده تمام معايا وبتكون استوت من جوه. وفي نفس الوقت انا مش معليه النار عليها او موطيه النار وسط عندي، يعني وسط، مايله انها تكون مش للعالي، لا للوسط، تكون مايله ان النار يا وسط يا اما هاديه ما بين ده وده. بس كده وبالهنا والشفا. اهم حاجه تكون الوصفه عجبتكم يا رب، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان بعد كده يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، واشوفكم فيديوهات جايه تانية كتير ان شاء الله.